الطلب عليه زاد دلوقتي من ساعة ما الأزمة بتاعت الكهرباء وكده. بتقطع ساعات طويلة، مش زي مثلا ما بيقولوا ساعة في كل منطقة ولا الكلام دوت. لا، عندنا بتقطع ممكن تقطع نص يوم وممكن تقطع 3-4 ساعات. لكن دلوقتي عايزين بكراتين، يعني كنت باخد بالكيس والاتنين، دلوقتي عايز كرتونة أو اتنين. فرق جامد يعني، فرق رهيب. كيس ب4 جنيه ل 10. هي الصناعة يدوية، أكتر حاجة إنها صناعة يدوية باستمرار، فالخام نفسه طبعا قل من كتر الطلب عليه، وسعره عامة زاد برضه. يعني الحاجة مثلا النهارده كانت بتتباع الكيس بجنيه، النهارده بتتباع مثلا بجنيه ونص جملة، من جنيه قطاعي، ومفيش يعني برضه الخامة نقصت، وفي نفس الوقت العرض زاد أساسا والسلعة قلت في السوق. الورش اللي كانت بتعملها وتيجي تنزلها بقت بتبيعها هي عندها بسعر ما بتبيع المنتج بيتباع في المحل. مرمي في المخازن جوه، دلوقتي مفيش شغل عندنا، والسعر اللي كان بيتباع حاجه ب 100 ب 150، ومفيش شغل بيجي ولا في اي حاجه فيه. فعشان نجيب شغل نجيبه بالعافيه دلوقتي، والناس كلها عليها الضغط. اشاعات ماشي، بيقولوا عشان النور بيقطع، واللي بيقول هنا وبيقول هنا، محدش فاهم اي حاجه في السوق. حوالي بقى بتاع شهرين من اول ما قالوا القرار ان هم قطعوا النور وكده.